ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص شهر رجب على الابواب، ربنا يبارك لنا يا رب في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ان شاء الله. نعمل مع بعض النهارده طبق فول بالطماطم. عايزين بقى نعمل مع بعض وصفات فول كتير علشان خاطر السحور وكده. هنعمل دلوقتي طبق فول بالطماطم، وفيديوهات جايه كتير ان شاء الله نعمل معاكم فول بوصفات كتير بقى بالسجق وطواجن وحاجات كتير عشان السحور. دلوقتي انا معايا بصل مقطعاه صغير، ومكعبات طماطم، وحته توم صغيره، وحته شطه صغيره، ومعلقتين بقدونس مفروم. ومعايا هنا دوت فلفل الوان احمر براحتك، ممكن تحطيه اخضر، ممكن تحطيه اصفر، ممكن تجمعي ما بين كذا لون في الفلفل، يعني هيديله طعم حلو قوي. ومعانا فول سواء بقى علب او فول من عند المحل او انت عاملاه في البيت. هنعمل معاكم ان شاء الله تدميس الفول في الفيديو الجاي، ونوريكم ازاي بندمسه في الحله مش في الدماسه، وازاي ما بيغمقش وبيبقى لونه جميل. دلوقتي معايا طاسه على النار، حاطه فيها معلقه سمنه بلدي، وحاطه فيها معلقه زيت ذره، وسايباها تسخن كويس، مش حاطه فيها اي حاجه. تمام؟ اللي في الطاسه دوت المرتة بتاع السمنه البلدي. تمام؟ دلوقتي انا هنزل بقى بالبصل، هديله تشويحه بقى وارجع لكم. دلوقتي البصل معايا خلاص اهو اصفر ودبل، انا مش عايزاه يتحمر. هاخد حته التومه الصغنطوطه دي وهنزل بيها. تمام؟ وهشوحها بقى كويس جدا. اول ما اشم ريحه التوم هنزل بالطماطم. تمام؟ هحط الطماطم وارجع لكم. كده انا حطيت الطماطم على البصل والثوم، هسيبها بقى، هوطي عليها خالص وهسيبها تتسبك كويس قوي علشان الزعقان بتاع الطماطم دوت ما يبقاش باين في الفول. فانا هوطي عليها قوي وهغطي عليها من غير ميه ولا اي حاجه، واسيبها لما تتسبك تماما، وهرجع لكم اوريكم ازاي الطماطم بقت يعني دايبه قوي. تمام؟ احنا النهارده بنعمل الفول دوت غدا، وبنعمل جنبيه بطاطس بالثوم، او ممكن بطاطس محمره بقى، يعني غدا شعبي كده. تمام؟ انتوا بقى ممكن تعملوا جنبيه اي حاجه تاني، ممكن جنبيه بطاطس محمره، ممكن سلطه بطاطس، يعني تخترعوا كده. هسيب بقى الطماطم تتسبك وهرجع لكم تاني. كده ممكن يكون عدى بالظبط مثلا دقيقتين. بصوا الطماطم على نار هاديه اتسبكت تماما، مبقاش فيها اي ميه، هو دوت اللي احنا عايزينه. تمام؟ دلوقتي بقى هننزل بالفلفل الملون اللي احنا قلنا عليه، وهننزل بحته الفلفل الشطه. تمام؟ بس كده هنديله بقى تشويحه قبل ما نحط الفول، نسيبه بس ثانيه كده. بصوا هنا معانا بطاطس، هنعمل بطاطس بالثوم، دي بطاطس مسلوقه. عايزه اقول لكم لما تيجوا تسلقوا بطاطس اسلقوها بقشرها، علشان لما تقشروها وتسلقوها بتشرب ميه كتير. لو جيتوا بقى عملتوها ناجتس او عملتوها بطاطس محمره شرايح هتبقى شاربه ميه، وممكن تفك في الزيت مش تبقى حلوه يعني. فانا بسلقها بقشرها، بغسل البطاطس كويس قوي وبسلقها بقشرها، ده افضل طريقه للسلق. وبعد ما بتستوي بقشرها، دي كده مسلوقه. بصوا الميه نضيفه ازاي عشان كنت غاسله البطاطس كويس. تمام؟ دلوقتي بعد ما حطيت الفلفل بقى هحط الفول واقلب وارجع لكم. كده نزلنا بالفول. التوابل بقى بتاعتنا شويه فلفل اسمر ومكعب مرقه وسنه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم. تمام؟ وبس كده الفول بتاعنا خلص. هنقلبه ونظبط الملح بتاعه، واخر خطوه بقى بنحطها واحنا طافيين النار علشان يفضل لونه اخضر وفريش، البقدونس. وخلاص على كده هنقلب الفول بتاعنا وهنركنه بقى، لان احنا مش هناكل دلوقتي، وقت التقديم هنسخن. يلا حطوا لنا بقى لايك على الفيديو واستنوا الفيديوهات الجايه. باي باي.